السلام عليكم. في بداية ضعيفة جدا المنتخب المصري بيتعادل مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما. السلام عليكم، أهلا بيكم في سوبر كورة. اسمي علاء محمد، ولو أول مرة بتشوفنا اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر بهدف للمجتهد مصطفى محمد، ومع بداية الشوط التاني منتخب موزمبيق بيسجل هدفين في خلال 5 دقايق، وفي آخر الشوط التاني منتخب مصر بيسجل هدف التعادل عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء. بصراحة البداية سيئة جدا، تشكيل عليه ملاحظات كتير، اللعيبة مش بتلاقي بعض والخطوط بعيدة عن بعضها، تحس ان اللعيبة اول مرة تلعب مع بعض، لدرجة ان مصطفى محمد ساب مكانه اكتر من كذا مرة ونزل لتحت علشان مفيش حد بيوصل له حاجة. واحنا بقالنا حوالي سنتين بنستعد لكل البطولات. انا عارف ان الرطوبة ليها عامل واول ماتش ولازم ناخد الثقة، بس مش قدام منتخب زي موزمبيق. مع كامل احترامي ليه، لازم يكون في حلول جذرية. يعني ليه هلعب بالنني وحمدي فتحي مع بعض؟ كفاية واحد من الاتنين. إمام عاشور لازم يلعب مكان واحد فيهم، وبالنسبة لي يكون النني. عمر كمال وفتوح لازم يبدأوا مكان محمد هاني ومحمد حمدي. في النهاية هارد لك لمنتخب مصر، احنا لسه في أول ماتش، بس نركز في اللي جاي، ولازم نقدر كل الفرق، وده علشان لو عايزين نكسب البطولة. سلام.